اهم اخبار النادي الاهلي والنادي الزمالك قبل مباراه القمه، وفي خبر في نهايه الفيديو هيفرح كل الاهلاويه. واول خبر هنبدا بيه هو خبر قرعه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. النهارده ان شاء الله اقامه قرعه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه الساعه 4 على قنوات بين سبورت، على قناه بين سبورت الاخباريه، وطبعا القناه دي موجوده عند الكل. وتاني خبر هو خبر هيزعل كل الاهلاويه، وهو اصابه محمد مجدي قفشه بشد في السمانه، وبكده محمد مجدي قفشه هيغيب عن النادي الاهلي 3 مباريات، وبكده هيغيب عن مباراه القمه. وثالث خبر، والخبر ده هيفرح كل الزملكاويه، جاهزيه احمد سيد زيزو لمباراه القمه. الخبر الرابع، الخبر اللي بيضحكني كل ما بسمعه في كل مباراه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، وهو تخلي نادي الزمالك عن الزي الرسمي التيشيرت الابيض، وبيتفاعل بالتيشيرت الاسود. فان شاء الله هتتغلبوا. الخبر الخامس هو جاهزيه طاهر محمد طاهر لمباراه القمه، وكلنا عارفين ان كولر بيحب اللعب، وكولر مش هيجازف باللاعب ان هو يشاركه في مباراه القمه، وقال لك ان مفيش لاعب بيرجع من الاصابه لازم يتمرن على الاقل 6 تمرينات مع الفريق قبل اي ماتش. فبكده طاهر محمد طاهر مش هيلعب مباراه القمه. الخبر السادس واللي قبل الاخير، طاقم تحكيم نرويجي هو اللي هيدير مباراه النادي الاهلي والزمالك يوم السبت ان شاء الله. والخبر الاخير اللي هيفرح كل الاهلاويه، جاهزيه الاسطوره الزملكاويه شيكابالا لمباراه القمه. فان شاء الله النادي الاهلي هيفوز بسكور. بس كده، يلا سلام.